عملت تحليل الدي ان ايه واكتشفت ان انا 23% لبنانيه. الى لبنان. عشان ناخد التجربه اللبنانيه صح لازم نجرب كل الاكل اللبناني، واكيد هنبدا بالترويقه، والترويقه يعني منقوش. ومن الترويقه اقدر اقول لك ان انا حبيت جيناتي اللبنانيه. نخش على الترويقه الثانيه الاشهر في لبنان، وهي كعكه الكنافه. يحطوا عليها قطع وبيقدموها في الكعكه كده زي ما انتم شايفين، قنبله كالوري. دي بعد ما تاكلها ممكن ما تاكلش حاجه تانية بقيه اليوم، دمار. واذا ذكرت لبنان طبعا وجب ذكر الشاورما. قررت اكل اكبر ساندوتش شاورما في لبنان، طبعا ما انا عايزه اتحقق من جيناتي، ودهولته توم. مش عارفه الحقيقه طريقه الاستخدام بتبقى ازاي، بس ربنا بيسهلها. اكيد يعني ان جدودي في لبنان كانوا مقضينها دلع. وطبعا لبناني يعني فتوش وتبوله وحمص، وده حمص باللحمه وبطاطا حاره، وفي كورس لحم بعجين. كل اللي قلته ده يا جماعه بيندرج تحت المزه. احلى مزه. دلوقتي جت لحظه حاسمه جدا اللي هجرب فيها الملوخيه اللبنانيه. حطينا التوم والليمون ويلا بينا بقى. ايه ده؟ لحظه واحده، ايه ده؟ طيب هي نتيجه الدي ان ايه قبل الملوخيه كانت اكيد 100% لبنانيه، بس بعد الملوخيه بقى بحبك يا لبنان.